المغرب القديم. الأدارسة، المرابطون، الموحدون، المرينيون، السعديون، العلويون. هذه سلالات حكمت المغرب منذ وصله الإسلام قبل مئات السنين. لكل سلالة منها قصة وحكاية، بعضها أغرب من الخيال. بينها سلالة وصل مؤسسها طريدا هاربا من الموت، استقر له الملك وحكم البلاد والعباد إلى حين. وثانية بدأت بشخص في خيمة يدعو لطريق الله، قبل أن تتحول سلالته لحكام دانت لهم كل المغرب. وأخرى قامت على أنقاض أبناء العمومة، فرسمت لنا شكل المغرب الذي نراه اليوم. فكان لكل عصر من هذه السلالات دولة ورجال عرف فيها المغاربة شظف العيش كما الوفرة والانتعاش العمراني والحضري، إضافة إلى الدمار والحروب وتطور العلوم وازدهارها وتقدمها في سنين القوة، والتقهقر المعرفي والفقر والفاقة في سنين الضعف. لكن بعض ما حدث بالأمس ربما ما زال أشبه باليوم، فتشابهت بعض أوجه السياسات رغم اختلاف العصور والحكام. فكيف حكمت السلالات المتتالية المغاربة؟ وكيف تعامل معها السكان؟ ولماذا ما زال المغربي يتعامل بكثير من الولاء مع كل سلالة تحكمه؟ وما هي أوجه الاختلاف والتشابه بين هذه السلالات عبر التاريخ في هذه البلاد التي سكنها أسلاف البشر قبل نحو 400,000 عام؟ تتالت حضارات الإنسان وتلاقحت معرفيا وحضاريا، ابتداء من عصور سحيقة عرفت المغرب فيها الحضارات الأشولينية، المستيرية، العاترية، الإبروموريزية، الكردينالية، الجرسية، ثم القبصية، وصولا للفينيقيين الذين استوطنوا الساحل المغربي بين القرنين 8 و6 قبل الميلاد، ليحكموا سكانها الأمازيغ الأصليين الذين تواجدوا في البلاد قبل الفينيقيين ب2000 عام. وظلت مدينة قرطاج المهيمنة على المنطقة الساحلية اعتبارا من القرن 5 قبل الميلاد، حتى سطع شمس المملكة الموريتانية التي ينظر لها المؤرخون كأول تنظيم سياسي حكمه ملوك محليون في المغرب القديم، قبل أن تتعرض سنة 44 ميلادية لغزو روماني أعقبه استقلال تحت حكم الباكوات المور الأمازيغ المسيحيين، والذي لم يدم طويلا لتبدأ بعده غزوات متتالية من الونداليين ثم البيزنطيين، وصولا إلى الفتح الإسلامي للمغرب وشمال إفريقيا زمن الخلافة الأموية في القرن الأول الهجري والثامن الميلادي. لكن سرعان ما انفصل المغرب عن الخلافة الأموية بعد حراك قاده ميسرة المطغري عرف بثورة البربر سنة 740 للميلاد، ما أوجد تربة خصبة لتأسيس إمارات أمازيغية مسلمة مثل إمارة بوروغواطة ونكور وبنو مدرار. إلا أن المغرب لم يعرف حقا دولة إسلامية بمعنى الدولة إلا في عام 788 للميلاد 171 للهجرة، عندما تأسست دولة الأدارسة على يد إدريس بن عبد الله الملقب بإدريس الأول. ومن هنا تبدأ أولى قصصنا،